من شوية كده كان عندي واحدة جاية لابسة ومتشيكة وحاطة ألوان بوت شم النسيم كلها في وشها، وجايبة راجل كبير في السن كده معاها، وعقد جواز عرفي طبعا، وعايزاني أرفع بيه دعوى ثبوت علاقة زوجية في المحكمة. وقالت لي إن هي جوزها متوفي وبتاخد معاش ومش عايزة المعاش يتقطع. طبعا معظم الناس بتلجأ للحوار ده عشان المعاش. مش هتكلم في القصة دي أصلا، إنه حلال ولا حرام ولا إن ده سرقة مال دولة ولا مش موضوعي، مش ده اللي أنا بتكلم فيه. فقلت لها تمام ماشي، جوزك ميت إمتى؟ قالت لي من شهرين. قلت لها نعم يا أختي، من شهرين؟ ما اتجوزتي ازاي؟ كتبت العقد ده ازاي؟ قالت لي احنا لسه كاتبينه النهارده. ما العده خلصت النهارده. عدة ايه اللي خلصت النهارده؟ قالت لي مش العده شهرين. قلت لها شهرين؟ قلت لها حضرتك عدة المتوفى عنها جوزها 4 شهور و10 ايام ما تخرجيش من بيتك اصلا. يعني 4 شهور و10 ايام تقعدون في البيت ما تخرجيش. فقالت لي اصلا انا سالت حد وقال لي شهرين. قلت خلاص بقى روح للحد اللي انت سالتيه ده، اللي انت عملتيه ده اسمه زنا حبيبتي وانا مش هشارك فيه. عدة المتوفى عنها زوجها 4 شهور و10 ايام، وعدة المتوفى عنها زوجها الحامل ابعد الاجلين، ان هي تولد او ال4 شهور و10 ايام. يعني لو كانت لسه حامل في الشهور الاولى هتستنى لما تولد، حامل في الشهور الاخرانيه ما فاضلش مثلا على الحمل غير شهرين ولا حاجه، هتستنى 4 شهور و10 ايام. اللي جوزها مات وكانت متطلقه طلاق رجعي وعدى حتى من العده شهرين، لا، هتعتد عدة المتوفى عنها زوجها اللي هي 4 شهور و10 ايام، وهتبدأ من تاريخ الوفاة، والمدة اللي قبل كده مش هتتحسب. وعشان قبل ما واحدة فيكم تتعصب وتقول لي اشمعنى ما العدة خلص منها شهرين وبتاع، لأن حضرتك بتعتبري لسه على ذمته، ولو مات هتورثي فيه. لو مات جوزك اللي مطلقك طلاق رجعي بتورثي فيه، فاشمعنى بقى عايزة تورثي ومش عايزة تستني العدة ال4 شهور و10 ايام؟ وانما المتوفى عنها زوجها المطلقه طلاق بائن بتستنى عده الوفاه عادي، لان هي ما بتورثش فيه، فمش هتعتد عده الطلاق. دي عده الوفاه بحالتها. عده الارمله المتوفى عنها زوجها شهرين، دي انا ما خدتهاش ولا حتى في مجله بيكي، معرفش مين اللي قالك كده.